الترحيل بالكوره ومن غيرها ليه مهم تكتيكيا في الملعب، بس قبل ما نبدا عايزين نعرف هو الترحيل. الترحيل يعني ان انت بتحرك الفريق ككتله واحده سواء بالكوره او من غيرها في اتجاه معين، وده اهميته ان اللاعب اللي معاه الكوره دايما يلاقي كذا حل حواليه، ده اللي بيخلي دفاع الخصم يتشتت وبيضطر يضغط على كذا لعيب. والترحيل يا معلم لما بيبقى منظم بيخلي الفريق يوصل للثلث الاخير من الملعب بمنتهى السهوله، وابرز المدربين اللي بيتبعوا النهج دوت جوارديولا وانريكي. في فرق كتير بتنفذ الاسلوب ده، كل فريق ليه طريقته وليه اسلوبه. اما بقى الترحيل من غير كوره فالموضوع بيتلخص ان الفريق بيتحرك كله ككتله واحده او كبلوك واحد في اتجاه الكوره. وليه بقى ده مهم؟ عشان الفريق يقدر يمنع الفريق اللي بيهاجم عليه ان هو يلاقي مفاتيح بساط، ده بيخلي الفريق كتله واحده تضغط بشكل جماعي ومنظم، وكمان بيسهل حل التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع عشان الفريق كله بيبقى قريب من بعض، بالظبط زي ما سيميوني بيعمل مع اتلتيكو مدريد. دايما لو تلاحظ هتلاقي الفريق كله بيتحرك ككتله واحده. خلاصه بقى يا معلم ان الترحيل هو روح الفريق اللي من غيره هتحس ان اللعيبه واقفه تايهه في الملعب وواقفين مش مركزين مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين. الترحيل الصح بيخلي الفريق يعرف يهاجم ويدافع كويس، يتجنب اكبر عدد من الاخطاء في الماتش.